حبايب قلب ام علاء وعلا، ايامنا واعيادنا كله هنا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده جامع ما بين حاجتين اتنين، جامع ما بين دخول رمضان الكريم وكمان عيد الام. كل سنه وكل الامهات طيبه وبخير. يلا بينا نشوف جال ايه هديه ايه. تخيلوا يا جماعة، ابني جاب لي ايه؟ طبعا ابني الكبير ربنا يخليهولي، ربنا يبارك لك يا حبيبي ويسعدك ويسعد ايامك زي ما انت فرحتني. طبعا عمل جمعية من ورايا وقبضها وجاب لي حاجة ساعد بها قلبي. والله انا عندي كده اما اشوفكم بالدنيا بحالها. ربنا يخليكم لي يا رب. ما كانش لازم تتعب نفسك وتشيل يعني الهم كده من صورك. طبعا شكرا جدا ليك يا حبيبي. دلوقتي انا هوريكم الهديه دي ايه. تخيلوا هي ايه؟ يعني تخيلوا معايا، اكتبوا لي في الكومنتات متخيلين ايه. تلاجة يعني صغيره، ولا غساله، ولا مبرد ميه، ولا ايه؟ اكتبوا لي في الكومنتات تخيلوا دي ايه. هي مفاجاه ومفاجاه حلوه قوي وانا فرحت بيها جدا. كل سنه وانتم طيبين. ورمضان داخل علينا وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم. اللهم بلغنا رمضان. طبعا هوريكم المفاجأة. بس يلا حطوا لايكات كتير، واللي ما اشتركتش في القناة يلا اشترك في القناة وزعلي ايه وفعلي. اوعي تزعلي في زر الجرس، لا فعلي زر الجرس. ما تاخدوش على كلامي يا جماعة عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. طبعا هوريكم الهدية اهوت. انا فرحانة قوي ومغطيها طبعا بالملاية عشان او بالكفرتية عشان هي حاجة قيمة قوي. فانا هوريها لكم حالا. يلا اكتبوا لي بقى في الكومنتات هي ايه. وكمان اكتبوا لي انتوا من داخل مصر ولا من خارج مصر، عشان انا احب ارحب بيكم كده يعني وكده وابقى مبسوطه. اللي مشاهديني او متابعيني من داخل او من خارج مصر احب ان انا اتعرف عليكم زي ما انتوا اتعرفتوا عليا. بصوا بقى المفاجاه، شايفين الجمال؟ والله دي كانت ناقصاني يا جماعه، اقسم بالله كنت بحط الحاجات اللي عندي في كرتونه في الارض. فانا من الاخر كده صعبت على ابني. ففكر اللي هو يعمل لي احلى تربو. قال لي هجيب لك احلى تربو. طبعا هو لو بصوا لو ايه، لو اقل حاجه عندي اغلى حاجه كفايه اللي هو ابني بس افتكرني. تمام، هم 4 ادراج ودرج واحد اللي هو الفوقاني ده. احط فيه بقى الحاجات اللي هي جنب البوتاجاز الاساسيات على طول. يعني طقم توزيع مثلا، معالق، شوك، حاجات من دي. شايفين عميق وكبير ازاي وجميل جدا. الماتيريال بتاعه حلو قوي او الخامه بتاعته حلوه قوي، جميل. شايفين ده بقى اللي هيتحط فيه مثلا البطاطس، حط فيه مثلا توم، حط فيه مثلا بصل. السبت بتاع الباسكت او السبت حلو قوي. شايفين؟ واسع وعميق وكبير وحلو قوي. اهوت يعني ياخد، ممكن ياخد 5 كيلو، ممكن ياخد اكتر 8 كيلو. كبير قوي وحلو قوي، خامته حلوه قوي كمان. تمام، والدرج بتاعه كده حلو قوي. بيروح ويجي كده يعني بعجل. شايفين؟ اشيل لكم واحد اهوت. بص عامل ازاي، في تهوية حلوة قوي، جميل بصراحة. تسلم ايدك يا حبيب قلبي، تحرمش منك يا نور عيني. طبعا الدرج الرابع اهوت اخراني وبيصوجر يا جماعة. يعني بص انا اتكيت عليه كده صجرته. هسيب واحد اهو اعرفكم. بصوا اهو، بص ده كده كده ما صجرتش. اللي هو اللي التاني على طول تحتاني على طول تمام. اللي فوق خالص ده ما بيصجرش، عشان كده ماسكاه بايدي اهو. لكن التانيين بيصجروا. لازم تشديه قوي كده عشان يتفتح. ما شدتوش وفي طفل صغير عندك في البيت بيلعب في الحاجات دي، ما تخافيش، مش هيعرف يشده ولا يخلعه ولا يوقع حاجه منه. يعني الادراج بتاع التربو من الاخر بتصوجر بصراحه. ده احلى تربو. شكرا جدا حبيب قلبي، ما تحرمش منك. حبيت ان انا افرحكم معايا وكده. الفيديو خلص ومع السلامه.